عهده الاولاني يوم ما جه 3 مليون عيل غلبان، كان 2 فولت تقريبا اهو. دلوقتي بتعمل لنا كده وكده وبتعمل لنا كده وكده. اللي عملك بني ادم انت وابوك احنا نادي الزمالك. قصاد امانه دفعته له وطلع براءه، واول ما اشتد عوده رماني بالنبي. الزمالك اللي انتوا كنتوه وبعتوه وفيلم انا رايح البرتغال وانا رايح الدنمارك وانتوا عارفين رايحين فين. فجمهور الزمالك ما تزعلش على خاين او هارب، وجمهور الاهلي يا عظيم ما تفرحش ان رئيس الزمالك باع لرئيسك ترباي مرتين. جلا عارف جلا هو كده خد حكمه اهو. يا رهبني كان عالم بقصاد امانه دفعته له وطلع براءه، واول ما اشتد عوده رماني بالنبي. بس انا اتفشلت. قول يا بيه. استلمت انا الموقع امام عاشور نص مليون جنيه مصري. امام عاشور 2020 دفعتهم له وطلع براءه ومش ندمان. ليه الهادي لما جت للغلابه كلهم شاريين من في واحد عند سلطان ابو العيله كده، ناس اللي اهلنا في الولاء بيبقوا فرشين تيشيرتات وشباشب زنوبه، كانوا جايين كده وكل الخير اللي فيهم من نادي الزمالك. اخيرا انا شرحت لكم، اعتقد احنا غطينا كل حاجه. احنا عشان يبقى ساكن في المانيال على النيل وعندك فيلا في الساحل الشمالي وبتركب افخم عربيات تخونه كده. هو ده العيب، كلنا من حوالي 14 حاره الخوكه. انا كنت شاريه منين بكام؟ 7 مليون. عهده الاولاني يوم ما جه 3 مليون عيل غلبان، كان 2 فولت تقريبا اهو. دلوقتي بتعمل لنا كده وكده وبتعمل لنا كده وكده. اللي عملك بني ادم انت وابوك احنا نادي الزمالك. النادي اللي عملك بني ادم وعندك فيلل وعربيات وشقق على النيل نادي الزمالك. فوق انت وابوك فوق. طيب ده كان فاضل له سنه ولا بتاع في عقده. انا عرضته حد يجيب ورقه وقلم كده ويكتب لي يوم 15/7/2016 2 مليون. تعال اقرا يا عم انت موجود معانا. حد يكتب لي كام؟ $1,200,000. $1,200,000 ده يوم كام؟ 15 سنه. وبعدين بكام؟ 28/6/2017 2 مليون. $2 مليون